تعتبر إيران من أقوى البلاد في المنطقة وعاملة قلق عالمي بسبب مشروعها لتقصيب اليورانيوم وامتلاك سلاح نووي. كمان استفزازات مستمرة للدول المجاورة السنية وأذرع طويلة من لبنان لليمن بتلوش بيها يمين وشمال ضد أي حد. انتخابات أمريكا نفسها بيحددها دور ورأي المرشح في ملف التعامل مع إيران. بس في حاجة غريبة بتحصل. قناة برتقان بنجيب المفيد. إسرائيل اغتالت إسماعيل هنية في قلب طهران، ضربوا أوضة نومه بالصواريخ، واغتالوا الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر أو الحاج محسن، المستشار الأول لحسن نصر الله وقائد برنامج الصواريخ. يعني هدفين مباشرين ضد إيران. بس اللي أنت ما تعرفوش هو إن دي تعتبر رابع عملية اغتيال من إسرائيل مباشرة ضد إيران، مش بس 2. لو حسبنا من أول اغتيال قاسم سليماني في 3 يناير 2020 قائد الحرس الثوري الإيراني اللي تم اغتياله من فترة في بغداد واتقال إن أمريكا اللي اغتالته، والتاني كان رئيس إيران نفسه. بعد ما تسمع عن العمليتين الأخريتين دول ارجع اسمع أحداث موت رئيس إيران مرة تانية بالراحة. الراجل ماشي بطيارة هليكوبتر وسط طيارتين أو 3 حماية، طيارته تقع وتتدمر، الطيارتين التانيين يجروا ويرجعوا القاعدة وحتى ما يعرفوش اللي كانوا بيحموه وقع فين ويفضلوا يدوروا عليه وعلى الطيارة. هتلاقي إنه واضح إن إيران بتخبي حاجة ومش عاوزة تقول. ما هو لو قالت إن إسرائيل قتلت رئيس البلد فده معناه حاجة واحدة بس، حرب شاملة بين إيران وإسرائيل وأمريكا. تفتكر إن النظرية دي منطقية ولا هو فعلا حصلت مشكلة في الطيارة ووقعت والطيارات المرافقة سابتها ومشيت ومعرفتش وقعت فين وكان قضاء وخطر؟ شاركني رأيك. ولنا لو مكان الإيرانيين وليك قرار كان ممكن يكون قرارك إيه لو بلد عدو اختارت رئيس بلدك؟ وهل إيران فعلا بلد مؤثر وقوي ولا مجرد فزاعة للدول السنية علشان تفضل تحت سيطرة الأمريكان وهي بلد ضعيف سياسيا واقتصاديا وعسكريا؟ أسئلة كتير يهمنا نعرف رأيك فيها. وإزاي تفتكر هيكون رد حماس وإيران على اغتيال إسماعيل هنية؟ مجرد صاروخين على أهداف فاضية ولا عمليات كبيرة؟